السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، صباح النشاط على حضراتكم، صباح الورد والنشاط. صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله هقول لحضراتكم لو حضرتك عندك خدش صغير في باب التلاجة أو في أي مكان فيها مسبب لك إزعاج وشكله مش حلو وظريف، أقولك تعملي إيه. لو عندك ملاحة بتاعة الملح، دايما تشوفي الملح محجر فيها. طب ده من ايه؟ ده من الرطوبة، الملح بياخد رطوبة فيقوم يحجر فيها. طب نعمل ايه بقى عشان نشوف الموضوع ده خالص؟ حبيتين من الرز حطيهم في الملاحة، هيشدوا الرطوبة من الملح، مش هيخليه يحجر منك ابدا طول ما انت حاطة الملح في الملاحة. عندك شربات بيضة ومهما تغسليها في الغسالة ما بتنضفش، بس حضرتك انصحك ان هي ما تتحطش في الغسالة. طب ليه؟ لان انت بتاخديها مش نضيفة تحطيها في الغسالة ما بتنضفش. لازم تعملي لها حاجة الاول عشان تخليها تنضف معاكي. اللي هي ايه بقى؟ طبق بلاستيك فيها مية سخنة، تنقعي الشرابات فيها وتحطي عليها كام قطعة شريحة ليمون وتسيبيها ساعة، وبعدين تغسليها بالصابونة. وبعدين كده لو عايزة حضرتك تحطيها في الغسالة ممكن تحطيها في الغسالة في الوقت ده. بكده هتلاقيهم نضافوا زي الفل وهتفرق معاكي جدا في النظافة، وجربيها. لو بتفرمي لحمة في المفرمة وعايزة تقضي على بواقي اللحمة الموجودة في المفرمة والريحة كمان قبل ما تغسليها لأنها هتعذبك جدا في الغسيل، رغيف ناشف، عيش ناشف، رغيف عيش ناشف، وهتبدأي تفرميه مع في المفرمة، هيطلع كل بواقي اللحمة اللي في المفرمة بتاعتك وهيضيع لك خالص الريحة. وبعد كده هيبقى سهل جدا ان انت تغسليها بدون اي تعب خالص ولا ارهاق، وكمان مش هتلاقي فيها ريحة لحمة اطلاقا. تعرفي حضرتك الناس اللي بتستعمل الشمع كتير في البيت ليه بيخلص بسرعة؟ طب اقول لك على طريقة حلوة جدا ما تخلوش يخلص معاكي بسرعة. دايما حط الشمع بتاعك في الفريزر، هيغيب معاكي جدا. يعني الشمعة لو هي هتخلص معاكي بسرعة هتغيب قد التلات شمعات لو انت حطيتها في الفريزر تتجمد. والطريقة دي هتخليكي ان انت تحافظي على طريقة توليع الشمع، لانه هياخد معاكي فترة اطول ان هو ما يخلصش بسرعة. اعمل كحل اللي الناس كلها بتشتكي منه وتقول لك كل ما اجي ابريه يتقصف، ابريه يتقصف، ابريه يتقصف. طب اعمل ايه؟ حطيه في الفريزر. دايما اعمل من الكحل شويه في الفريزر وبعدين ابريه، مش هيتقصف معاكي خالص، هيبقى جميل جدا ان شاء الله. ومش وجربيها وادعي لي. لو اي حاجه دخلت عينيك يعني عفرايه، رمش، اي حاجه مش قادره تفتحي عينيكي وعايزه تطلعيها، هتعملي ايه؟ طبق بلاستيك فيه ميه ونزلي وشك فيه، بس افتحي عينيكي في الميه عشان الحاجه اللي دخلت عينيكي تنزل في الميه، وان شاء الله تطلع بكل سهوله. الناس اللي بيجيلها دوار البحر او الدوخه لما تركب عربيات، اسهل طريقه ان انت تقضي على الموضوع ده شريحه ليمون وتمصيها اثناء ما يجيلك الدوخه، ان شاء الله هتروح تماما وهتبقي زي الفل. لما يكون عندك زغطه تعملي ايه؟ لما يكون عندي زغطه استنى عن الزغطه. يعني ايه يا لولو؟ يعني انا عندي زغطه، او ما انا اعمل انا زغطه لا طبيعيه، فهيقوم الزغطه واقفه. بجد بجد جربوه. الناس اللي عندها فران، ازاي تطرديه من البيت بدون ما تحط له سم كمان؟ الفار على فكره ما بحبش ريحه النعناع خالص. دايما لما تلاقي عندك فار هاتي النعناع وحطيه في كل الاماكن، هتلاقيه يهرب من المكان ومش هيقعد فيه. عارفين لما كنا نيجي نتاوب الناس تقول ايه؟ دايما يقولوا ايه؟ ادخل نام، انت عايز تنام. على فكره المقوله دي خطأ جدا. قال لا، طب ليه؟ هقول لحضرتك. معنى ان انت تتاوب في الدراسات العلميه اللي عملوها حديثا ان انت عندك نقص اكسجين. يا سلام بجد. طيب اعمل ايه؟ احاول ان انا اتنفس كويس، اخرج في مكان فيه هوا شويه. ده كل الفكره. مش معنى ان احنا نتوب احنا عايزين ننام، لا، عندي نقص اكسجين، فبالتالي ان انا اضطر ان انا اخد نفس 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 تلاقيني بقى كويس. تعرفوا ان الدولفين بيتنفس زي الانسان بالظبط، وكمان بيولد ويرضع زي البني ادمين بالظبط. ايه المعلومات الجديده دي يا لولو؟ والله بجد اول مره اعرف المعلومه دي قريب. كنت باقرأ كده في رواية في قصة يعني، وعرفت المعلومة دي قلت لازم أنقلها لكم. إن الدولفين بيتنفس زينا، بيولد زينا، بيرضع زينا. والله سبحان الله سبحان الله الخالق. لو عندك صدى في باب التلاجة في أي مكان ومضايقك شكله، هتبدأي تنضفيه. تمام، لو بصنفرة ناعمة خالص تمام، مش عندك حتة سلكة مواعين وهتنضفيه الصدى اللي موجود عليه، تنفضيه كويس. وبعد كده هتاخدي
إزازة الأكلادور اللي هو المونوكير يعني، أي لون اللي أنتِ عايزاه طبعًا مناسب للون التلاجة بتاعتِك، وتدهنيه عليه، وبكده هيتغطى خالص المكان الصدى، ومش هيبان معاكِ إن شاء الله، وادعي لي. ودي يعني حل مؤقت لغاية ما أنتِ مثلًا تشوفي حد يضبطها لِك. ادعوا لي، دعوة حلوة من قلوبكم، صلّوا على الرسول في الكومنتات، باشكر حضراتكم جدًا، وعايزة كل فيديو إن شاء الله أقول لكم على سؤال تحلوه، منه هنعرف معلومة جديدة، ومنه كمان هنستفيد من المعلومة اللي إحنا بنقولها. السؤال هو إيه؟ أنهي سورة في القرآن الكريم فيها بسم الله الرحمن الرحيم مرتين؟ ذُكرت بسم الله الرحمن الرحيم مرتين. اكتبوا لي في التعليقات، وباشكر حضراتكم جدًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.